بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وبسعادة. ان شاء الله هنحضر مع بعض النهاردة المخلل المشكل يا جماعة. هنتكلم عن نجاح المخلل، ازاي يبقى عاملين مخلل ناجح معانا، مخلل نضيف، مخلل يفتح نفسك على الأكل. طبعا سر من أسرار المخلل وإن إحنا نستفاد منه ويطلع ناجح معانا وعدم الضرر منه خالص، أهم حاجة في المخلل نسبة الملح والتعقيم بتاع المخلل، يعني نضمن إنه ما يدخلش أي ميكروبات وإحنا بنصنع المخلل بتاعنا. وأول طريقة يا جماعة هنتكلم عنها هو الملح بتاعنا اللي إحنا هنحطه للمخلل، وده أهم حاجة. أنا النهارده باوريكم أنا إزاي عملت مخلل مشكل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. مخلل طلع معايا تحفة جميل جدا. هنخش الفيديو على طول. النهارده يا جماعة أنا معايا تشكيلة خضار، معايا جزر ومعايا لفت ومعايا شطة خضرا ومعايا شطة حمرا وحامية للتخليل، ومعايا خيار ومعايا قرنبيط. وطبعا أول حاجة هبدأ أعملها إن أنا أقطع الخضار بتاعي. طبعا أنا بوريكم القطاعة ديت يا جماعة، القطاعة دي مش غالية، يعني أي حد يعني ممكن يشتريها، سعرها مش غالي أبدا. هبدأ إن أنا أجيب أول حاجة القرنبيطة بتاعتي، وهبدأ إن أنا أقطعها لقطع صغيرة. القرنبيط ده يا جماعة لا هقطعه قطع صغيرة، لأن القرنبيط بيغيب شوية في التخليل هو والجزر، يعني تخليله بياخد فترة زمنية أطول عن اللفت وعن الخيار. فأنا هاوريكم النهاردة هنعمل فيه إيه الأول. طبعًا هابدأ أقطّعه قطع صغيرة كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، صغيرة. وبعد ما أخلّص تقطيعه هابدأ أقطّع الجزر هو كمان، هاقطّع الخضار كلّه عمومًا. خلّصت القرنبيط بتاعي وهابدأ إن أنا أقطّع الجزر. بعد ما أنا يا جماعة هاشيل الطبقة الخارجية أو القشرة الخارجية بتاعة الجزر، وهابدأ إن أنا أقطّعه كويس أوي. هابدأ إن أنا أقطّع الجزر بتاعي بس بعد ما أنضّفه كويس وأشيل القشرة اللي على الوش بتاعته، وأبدأ أقطّعه برضه بالقطّاعة، وهقطّعي حسب اللي أنتِ عايزاه، بالشكل اللي أنتِ ترتاحي له. تمام مع بعض؟ تمام. صلّينا على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعًا أنا باهذِّب كده الجزراية وباشيل القطعة اللي ورا اللي هي مش تمام معايا ديّة، بعد ما باقشّره كويس أوي. أنتِ ممكن تغسليه تكتفي بغسيله، بس أنا باحب إن أنا إيه، إن أنا أقشّره علشان لو في أي حاجة مش كويسة. طبعًا بدأت أقطّعه قطع زي ما أنتِ عايزة بالطول أو بالعرض، عايزة تقطّعيه بالطول زي ما أنا قطّعته كده تمام، عايزة تعمليه دواير وتقطّعيها برضه تمام، يعني اللي أنتِ ترتاحي له أنتِ اعمليه. طبعًا أقطّع الكمية كلّها وهاورّيكم أنا هاعمل فيه إيه النهارده. تمام مع بعض؟ تمام مع بعض. طبعًا يا جماعة اللي لسه ما اشتركليش في القناة وأول مرّة يشوفني، يكون ليّا الشرف إن هو يشترك لي في القناة و ويحط لي لايك عشان الفيديو يرتفع، وتفعّلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مننا كل جديد. طبعًا أنا بدأت إن أنا أقطّع الجزر دواير أهوّة عشان أنا باورّيكم بالطول وباورّيكم دواير كمان، وتقطّعي الدواير دي بقى كذا قطعة يعني. تمام مع بعض؟ تمام. طبعًا هاكمّل أنا كمية الجزر أنا، وهاورّيكم النهارده هاعمل إيه في الجزر وفي القرنبيط اللي إحنا عملناه. خلّصنا الكمية، وهابدأ أجيب طبق واسع، وهانزل بالقرنبيط والجزر مع بعض، وهابدأ أنزل عليهم بكمية مَيّة مغلية يا جماعة، لإن دول بيغيبوا في السِوَى شوية. فإحنا عايزين نخلّيها متوازنة، القرنبيط والجزر يستوي مع اللفت ومع الخيار عشان هُم بيستووا بسرعة. تمام. أنا هاتركهم كده لحد ما أخلّص تقطيع بقية الخضار، وبعدين هاشيلهم. في ناس بتغليه على النار أصلًا، يا جماعة أنا ما باحبش أغليه عشان إيه، ما يتهريش منّي وكده يعني. فأنا باكتفي بإن أحطه في مَيّة سخنة. تمام. هابدأ إن أنا أقطّع اللفت بتاعي. طبعًا اللفت يا جماعة أنا باحب إن أنا أقشّره. أنا عاملة الطريقتين، عايزة تسيبيه بقشره براحتك خالص، عايزة تقشّريه يكون أفضل عشان لونه وهو أبيض كده بيبقى شكله أجمل، مع تشكيلة الخضار اللي إحنا عاملينها. أنا قشّرت واحدة وسِبت واحدة عشان أورّيكِ حسب ما أنتِ ما تحبّي. تمام. وهابدأ أقطّعه هو كمان زي ما إحنا قطّعنا الخضار التاني. تمام يا حبايبي مع بعض؟ تمام. طبعًا يا جماعة إحنا هنتكلّم عن سر التخليل. أنا قُلت أول حاجة الملح.
الملح يا جماعة ليه كذا طريقة في إنِّك تحطّيه، ممكن أول طريقة تحطّي الملح حسب الكوباية، حسب الكوباية بتاعتِك، هتحطّي تملي كوباية هتحطّي قصادها معلقة ملح، كل كوباية مَيّة قصادها معلقة ملح. أمّا لو أنتِ هتستخدمي الطريقة اللي أنا استخدمتها قبل كده في تخليل الليمون بتاعي، فأنتِ ممكن تعملي تضبطي الملح بتاعِك بالبيضة. أنا كنت ضابطاه بالبيضة، بتحطّي الملح تدريجيًا وتنزّلي البيضة بعد ما تغسليها كويس، تنزّليها في قلب المَيّة، لو لسه في البيضة غطست لتحت في القاع، فأنتِ بتحطّي ملح تاني، بتزوّدي ملح تاني. أمّا لو أنتِ البيضة طَفِت على وش المَيّة، فكده الم ال المخ الت الملح المحلول الملح بتاعِك بقى مضبوط تمام. تمام مع بعض؟ تمام. هنتكلّم دلوقتي في الطريقة دلوقتي بعد ما نخلّص تقطيع الخضار بتاعنا. أنا خلّصت اللفت، هابدأ أقطّع الخيار بتاعي. الخيار باقطّعه دواير يا جماعة، عايزة تعمليه بالطول يعني حسب ما تحبّي برضه، بس أنا بافضّل إن أنا أعمله دواير كده، وطبعًا هانزل بيه على اللفت. هابدأ أورّيكم واحدة كمان بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هانزل بيه على الليفت وأخلّص طبعًا الخيار بتاعي، وهابدأ إن أنا أجيب الشطة بتاعتي يا حبايبي. الشطة يا جماعة أنا باحب أعمل فيها ثقب كده بالسكينة، لو معايا قرن طويل شوية باقسمه نُصّين، القرن الصغير باعمل له ثقب كده علشان المحلول بتاعي يدخل فيه من جوّه، فيخلّي القرن يستوي ويبقى تمام معايا. تمام. خلّصت الشطة بتاعتي يا جماعة أهوّة زي ما أنتم شايفين، وهاقلّب كلّه على بعضه، وهنبدأ نعمل هريسة طبعًا أنا قطّعت قرنين كمان اللي هم القرون الحمرا الحامية ديّة، حطيتها على الوش كده. هابدأ أشيل بقى الكرنبيط بتاعي أو القرنبيط بتاعي هو والجزر من قلب المَيّة السخنة، عشان مش باقعّده فترة طويلة، عشان أنا مش عايزاه يتهري منّي في عملية التخليل. بدأت أشيله من قلب المَيّة السخنة بتاعتي، وخلّصت وشيلته، وهنبدأ أعمل خلطة التخليل بتاعتي. تمام كده مع بعض، دي الكمية كلّها خلصت. هابدأ الأول أعمل هريسة الشطة، وباجيب حوالي 7 قرون شطة حامية حمرا علشان أعمل هريسة الشطة بيها. ممكن تحطّي قرن لو أنتِ مش عايزاه حامي أوي، ممكن تحطّي قرن بارد، فلفل أحمر برضه بارد. هاحط عليها على كمية الشطة دي نُص كوباية مَيّة، وهابدأ أضربها يا في الكبة يا في الخلاط، وبعد ما ضربتها هاجيب طبق واسع عميق، وهابدأ أنزل بالهريسة بتاعتي اللي أنا ضربتها في الخلاط، وهابدأ أحط المَيّة بتاعتي عشان أعمل المحلول بتاعي. حطيت 3 كوبايات، دي التالتة. حطيت الرابعة. تمام مع بعض. حطيت 4 كوبايات ونُص، لإن في نُص كوباية أنا حاطاها في الخلاط. نزلت بورقتين لوري، نزلت طبعًا أدي تاني معلقة، تالت معلقة، رابع معلقة، ودي خامس معلقة، وهاحط نُص معلقة كمان. يا جماعة المخلل كوباية المَيّة بتاخد معلقة ملح، والزيادة في الآخر معلقة ملح زيادة، يعني لو هتحطي 3 كوبايات مَيّة هتحطي 3 معالق ملح وواحدة رابعة، هتحطي 4 كوبايات مَيّة يبقى 4 كوبايات ملح، و4 قصدي معالق ملح وواحدة رابعة. لازم هتحطي واحدة زيادة عشان تضبطي المحلول بتاعِك مضبوط. هابدأ إن أنا أنزل بالخضار بتاعي في قلب البرطمان بتاعي، وأشكِّل أحُط شوية من ده وشوية من ده، وحاملة البرطمان، وأبدأ أنزل بالمحلول بتاعي في قلب البرطمان يا جماعة. زي ما أنتم شايفين كده، هانزل بالمحلول بتاعي لحد ما أملى البطرمان كويس. بس في نقطة أنا هاقول لكم عليها، ما باملاش البطرمان للآخر أوي يا جماعة، علشان المخلل بتاعي ده لمّا بيتخلل بيخرّج ثاني أكسيد الكربون، ده ناتج عملية التخليل. ولمّا أملى البطرمان وأقفله هاحبس الغاز ده، فلازم أسيب فراغ في البطرمان. وأول ما أفتح البطرمان هيفرقع منّي لو أنا مالياه زيادة عن اللزوم. عشان كده باكرّع البطرمان كل فترة، أفتحه أهوّيه كده يطلّع الهوا اللي فيه، وأروح قافلاه تاني على طول. تمام. أنا كده خلّصت المخلل بتاعي، والمخلل ده يا جماعة هافتح عليه بعد أسبوعين. تمام. وآكل منه. أنا باورّيكم المخلل بعد ما أنا ما خلّصته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مخلل ناجح، مخلل في منتهى الجمال. شايفين شكل الشطة بقى عامل إزاي؟
ده طبعًا أنا باورّيكم المخلل اللي أنا كنت مخلّلاه عندي قبل كده، ده ليمون وده زيتون أنا مخلّلاهم على القناة قبل كده، وطبعًا عشان أعمل تشكيلة تبقى مضبوطة كلّها، هابدأ أحُط الزيتون وأحُط الليمون بتاعي على اللي أنا حاطاه وأقلّب. شوفوا ما شاء الله كده بقى عندنا قرنبيط، وبقى عندنا جزر، وبقى عندنا لِفْت، وبقى عندنا خيار، وعندنا زيتون، وعندنا ليمون أصفر وليمون أخضر، غير الشطة ما شاء الله، يعني حوالي 8 حاجات مختلفة من الخضار مخلّلاهم، ما شاء الله ده مخلِّل مشكِّل وممكن يقعد معاكِ لشهر رمضان. يا رب الفيديو بتاعي تكونوا استفدتوا منه ويكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك.